السلام عليكم. النهارده معانا شخص لسه طالع من الدارك ويب حالا. الشخص ده ليه جناح تقريبا لوحده في الدارك ويب. الدارك ويب كان معمول ليه هو او ليه جزء كبير في الدارك ويب. الشخص ده مرعب لأبعد الحدود، يعني لو يحطوني انا وهو في قفص مع بعض هيكون الموضوع مرعب اكتر من انه يحطوني انا واسد في قفص مع بعض. يعني لو حطوني في انا والاسد في قفص مع بعض وقفلوا علينا هيكون الاسد اكيد. بس ده اهون من ان انا اقعد مع الشخص ده. الشخص ده كان كويس وابن ناس ومحترم، فجأة اتجن زي ناس كتير فتحوا نت واتجنوا. تقريبا عاوز يتشهر او في حاجة زي عم نور وزي وائل وغنيم. كل دول الناس اتجنوا لما استخدموا التليفونات التاتش وفتحوا نت، فهو كمان واحد منهم. بس ده بقى دماغ عالية. عارف انت الناس اللي هم بنقول عليهم شارب حتة ب200، ده شارب ال200 كلها لوحده. فهنبدأ، يلا بينا. مبدئيا كده انت لو دخلت على حسابه على الانستجرام عنده 8053 بوست. يعني انت لو مثلا يعني السنة فيها 365 يوم، انت لو نزلت كل يوم 22 فيديو مش هتوصل للرقم ده، او هتوصل له تقريبا يعني. وبينزل كل يوم فيديوهات ما شاء الله جايبه مشاهدات عالية جدا يعني، وعنده متابعين وناس بتتفرج على فيديوهاته. يعني لو ماضي عقد مع الانستجرام وبيديله فلوس على البوستات الكتيرة دي اللي بينزلها وعلى المشاهدات اللي بيجيبها، كان زمانه اشترى شقة بدل الشقة اللي هو عامل عليها مشاكل في الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي ده. انا امامك وجسمي متغرق رغاوي اهو امك. انت شارب بيره ولا ايه؟ تمام ماشي، انت بتستحمى يعني. النظافة من الإيمان. ما شاء الله باين عليك نظيف وشكلك كويس وابن ناس. انت بتغلط في مين؟ تقريبا دي يا جماعة دماغ واحد كان متجوز وطلق مراته، تقريبا رفعت عليه قضية خلع وكسبتها ورفضت ترد له المهر، او تقريبا رفعت عليه قضية طلاق للضرر ورفضت ان هي يعني خدت منه الشقة والمهر والشبكة والعفش، ما سبتلهوش ولا حاجة، خلته على الحديدة. او ان هو طلق مراته وبرضه خدت منه كل حاجة وبيدفع لها كمان نفقة كل شهر، يعني كله على راس ابوه هو. فهي دي تقريبا دماغ نسوان. يعني تقريبا هو بيغيظ جوز مراته اللي هو طلقها، فبيقول له انا قاعد في شقتي وانت قاعد في ايجار تقريبا يعني. عم خفاجي غلط في الناس كلها، حتى الناس البريئة، الناس المظالم الغلبانين برضو غلط في الناس كلها. عمرو دياب يا يا عم خفاجي، عمرو دياب هو ده راجل مطرب ومسالم جدا، ولا عمره غلط في حد ولا حد غلط فيه. اخر مصيبة عملها عمرو دياب يوم ما ضرب الواد بالقلم، دي اخر مصيبة عملها، بس عشان الواد زغزغه من جنبه من هنا اهو. عمل له كده الواد عشان كان عايز يتصور معاه، كان بيشاور له يعني، فلعب في حاجة هنا فيرطشه بالقلم. دي اكبر مصيبة عملها عمرو دياب. فانت بتدخل تشتم فيه ليه؟ انت ثروتك ملاليم وهو ثروته ملايين. لو قوم عليك محامي اللي هتاخد فيها مؤبد مدى الحياة، فخليك بعيد من النوش. تامر يا حسني يا بتاع الانابيب. طب انت تامر حسني بتاع انابيب مالك وماله؟ يعني هو رفض، انت طلبت منه يجي يغير لك انبوبة ما قال لك لا؟ او هو مثلا جه في مرة قال لك انا هغير لك الانبوبة، انت كنت قاعد في الشغل وكانت مراتك هي اللي قاعدة في الشقة، يمكن هو اللي يتجوز مراتك، يمكن مشكلة مراتك دي مع تامر حسني. اصل تامر حسني ده راجل لعب كورة برضه وملهوش في النوش وما عملش اي مشكلة مع حد قبل كده. ده راجل لذيذ جدا يعني كمان، فبرضه بتشتمه ليه؟ بصراحة انت اللي تستاهل الشتيمة يا عم خفاجي. شوف بكلمك وانا مسترخي ازاي. انت عارف انت فكرتني بايه؟ ثواني كده اوريكم من هنا لهنا ب20 جنيه. خبر يا عم خفاجي، انت صاحي؟ يعني انت مسترخي؟ انت اصلا قاعد في شقة، يعني دي لو قتلك واحد فيها محدش يحس بيه. يعني الشقة دي انت ممكن تكون مربي مثلا فيها عاملها عشة، دي شقة عشش، دي مش شقة يعيش فيها بني ادم، دي بتاعت عشش يا فندم. فانت عامل فيها مسترخي ولابس لي شبشب، حتى الشبشب بتاعك مطين ب60 نيلة، ما لبسلكش شبشب كويس، والبوكسر بتاعك عامل زي كأنه واحد عارف انت البني ادم اللي هو بيستحمى ويلبس البوكسر تاني،
هو نفس وضعك ده ونفس وضع انا كمان. انا بصراحة لسه مستحمي ولابس الطقم بتاعي هو بغير الطقم بتاعي كل 5 ايام او كل ما يترب، كل ما انزل الشارع والاقي فيه غبرة او تراب جت عليه. والبوكسر بغيره كل اسبوعين او 3 بالكتير، بيكون يوم جمعة. اليوم اللي بغير فيه الهدوم بتاعتي كلها بالبوكسر لازم تكون يوم جمعة. هو كده انا النظام بتاعي، بعمل كل حاجة يوم الجمعة، حتى ضوافري وحتى الحلاقة وهدومي كلها بالبوكسر بتكون يوم الجمعة. لازم، ما ينفعش أي يوم تاني أغير في هدومي. زي عم خفاجي، بس تقريبا عم خفاجي ما يعرفش أيام الأسبوع. يعني أنت حتى لو سألته ممكن يجي يملك الأسبوع دي على إنها أشهر السنة، يقول لك يناير فبراير. يا دين أمي، أنت هتاكلني ولا إيه يا عم خفاجي؟ أنت صاحي أنت يا عم خفاجي، ولا أنا اللي صاحي، ولا أنا اللي محتاج أصحى يا عم خفاجي. عم خفاجي أنت راجل كبير، أنت المفروض دلوقتي متجوز ومعاك عيال. أنت خربت بيتك بمخك ده، شغل الدارك ويب، شغل الشرب. ما تشربش حتة ب200، اشرب حتة على كدك، اشرب حتة على كدك. عشان الضرب ده انت لو ماشي في الشارع وماسك التليفون كده، قسما بالله انا بلوجر وبتكسف امسك التليفون اصور في الشارع الناس تبص عليا، بتكسف وانت ماشي. ده انت مرعب. مش بقول لكم انا والله اقعد في قفص مع اسد ولا اقعدش مع هو ده، مرعب بيخوف. ده هنا بقى بكلمك من بيتي التالت. يا عم خفاجي، انت زودتها بصراحة، انبرتها انبيرة بنتك. ما اقول مردو، مش عايز اقول لك بيتك تالت. يا عم خفاجي، انت النضارة اللي لابسها دي شاريها بالقسط يا عم خفاجي، اصحى وفوق. عم خفاجي انت البوكسر بتاعك مش بتغيره. انت بتشتغل ايه؟ انت باين عليك، انا شفتك قبل كده بتاكل العيش بتنيخه في ميه زي الفاروج وبتاكله. عم خفاجي انت لازم تنزل تشتغل وتشوف دنيتك، تمسح الفيديوهات اللي انت بتنزلها. 8000 فيديو اللي انت بتنزلهم مش هتعرف تحذفهم، وتبدأ صناعة محتوى بالمتابعين اللي عندك دول من جديد. فانت هتقفل الانستا والتيك توك وكل حاجة وتبتدي على نظافة. ايه يا عم المناظر اللي ما تسرش دي؟ هو هنا تقريبا بيتكلم على الباد جيرل. انا اتفق مع اشكال ما تصرش. يعني لو اتكلم عن الاشكال ما تصرش، مين هم؟ الباد بوي والباد جيرل والراجل اللي اتجوز مراته. هم دول الثلاثة. اول حاجة الراجل اللي اتجوز مراته، نصيحة مني طلقها، هتلاقي فيها جينات منه، ممكن في اي لحظة برضو تنقلب زي عم خفاجي ده، هتبقى مرعبة عليك. انت اللي ممكن تفارق الحياة في اي لحظة. هتلاقي روح الاسد الوحش طلعت عليك بتاعت عم خفاجي. والباد جيرل والباد بوي، عارف انت العيال اللي هم بيلبسوا المناطيل الواسعة، تلاقي منطلونه واسع جدا وبيلبسوا الاوفر سايز، وتلاقي شعرهم ده يحلقوا كده مولت، يحلقوا دول الجناب ويسيبوا دول، هم دول. والبنات اللي هي بترمي الطرحة كده وتبين اول شعرها، وبتلاقيها لابسه بنطلون ده واسع جدا من تحت وضيق من فوق، وبترفع البنطلون، ولما تيجي لابسه التيشيرت تعمل بص ازاي. عرفت انت النوعيه دي من البنات؟ هي دي الاشكال المسورة فعلا. وانا نفسي الناس دي تكون مش موجوده في مجتمعنا. هم وعم خفاجي. عم خفاجي التفه بتاعتي بستخسرها فيك.